طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الأريترية، معكم فيها شهاب رأيا والمستهل بأهم وأبرز العناوين. جهود فعالة لجودة الخدمات الصحية. نتائج مشجعة لتربية النحل بالإقليم الجنوبي. برامج تمكين المرأة في جنوب البحر الأحمر. دول جنوب شرق آسيا تبرم اتفاقا للتصدي لتهديد الإرهابيين. قتلى في انفجار لغم وسط مالي. وعشرات القتلى أيضا في كوريا الجنوبية. مرحبا بكم. قالت وزيرة الصحة السيدة أمينة نور حسين في الاجتماع التقييمي للعمل الصحي في إقليم القاش بركة، قالت إن الجهود تبذل لتطوير وجودة الخدمات الصحية. وأوضحت في الاجتماع الذي عقد يومي 22 و23 من يناير عن تحقيق نتائج مرضية من الجهود الجارية لحصول المواطنين في كافة المناطق على الخدمات الصحية ونشر الأطباء والكادر الصحي إلى جميع المناطق، وذلك لضمان تقديم خدمات مستدامة والقيام باستثمار كبير لتجهيز المؤسسات الصحية بالمعدات الحديثة. كما أشارت إلى القيام ببرامج ملموسة هذا العام لتطوير المراكز الصحية في المديريات وتحسين مستوى نوعية الخدمات في مستشفيات مدن بارنتو وأغردت وتسني. وذكرت تقارير الإقليم والمديريات عن تنفيذ أنشطة فاعلة لرعاية الأمومة والطفولة وتوسيع التطعيم ومكافحة الملاريا وإصحاح البيئة والتوعية للوقاية من الأمراض. وأشاد مدير مكتب وزارة الصحة في إقليم القاش بركة الدكتور لؤل بانتيرغا بدور السكان والشركاء، داعيا لمواصلة التنسيق بمستوى أكبر. بدورها أعربت مندوب منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتور جوزفين نامبوزي عن إعجابها لفعالية البرامج المنفذة، مؤكدة على استعداد منظمتها لشراكة أكبر. قال مسؤول وحدة تنمية العسل والبيض في فرع الثروة الحيوانية بالإقليم الجنوبي السيد زايد تخلي إن أنشطة تربية النحل حققت نموا جيدا. وقال إن الإقليم يحتوي على ثروات غير مستقلة إلى جانب ملائمته لتربية النحل، حيث حققت الجهود التي نفذت في السنوات الماضية لتشجيع المستثمرين في هذا المجال حققت نتائج مرضية. وذكر السيد زايد أنه مقارنة بعام 2016 ازداد عدد مربي النحل ب 39% وعدد أسراب النحل ب 11%، كما ارتفع إنتاج العسل بفضل جهود المزارعين والدورات التدريبية المقدمة لهم رغم تأثير الأوضاع المناخية وشح الأمطار. وقال السيد زايد إن المزارعين النموذجيين الذين اكتسبوا الخبرة لتربية النحل يسهمون في تكاثر أسراب النحل وتوفير متطلبات المزارعين الآخرين من النحل. وبعد أن أشار إلى أن إقامة وتقوية الجمعيات التعاونية من البرامج التي يركزون عليها، بالرغم من أن الجمعيات المقامة في 9 مديريات لم يكن عملها بالمستوى المأمول، دعا للتعرف جيدا على النواقص والمتطلبات وإيجاد الحلول لها. وفي الختام أوضح السيد زايد تخلي بأن اقتلاع الأشجار ورش المبيدات الحشرية في البساتين يضر بأنشطة تربية النحل، مناشدا الدفع بالمحميات التي تقيمها القرى. وتشير بيانات فرع الثروة الحيوانية في الإقليم الجنوبي إلى وجود 6621 من مربي النحل يمتلكون 15864 من أسراب النحل. أعلن فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر في الاجتماع الذي عقده في 25 من يناير بمدينة عصب، أعلن عن تحقيق نتائج مرضية في جهود تقوية قدرات المرأة. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة سعدية إبراهيم في التقرير الذي قدمته عن تنظيم سيمينارات موسعة للمرأة في المؤسسات الحكومية وقوات الدفاع والطالبات، وذلك حول دور المرأة للإعمار والتنمية وتقديم الدعم والتشجيع للطالبات المتفوقات. وأشارت إلى القيام بحملة تعبئة مكثفة بالتعاون مع الشركاء في جميع المديريات لمكافحة العادات الضارة عامة وختان الإناث وزواج القاصرات بصفة خاصة، وبناء غرف انتظار الحوامل بأكثر من 8 مليون نقفة، وذلك في إطار جهود رعاية الأمومة والطفولة.
وذكرت السيدة سعدية إبراهيم أن برامج هذا العام تشمل تنظيم دورات تدريبية لتحسين الحياة المعيشية للمرأة ومساعدة الطالبات المحتاجات لتمكينهن من مواصلة التعليم، وبرامج تعبوية لتقوية مشاركة المرأة في المجالات كافة. وقد أوصى الاجتماع بالدفع بأنشطة مكافحة العادات الضارة، مؤكدا على المساهمة في البرامج المنفذة لتمكين المرأة. تلقى 50 شابا من مديرية قندع دورة تدريبية لشهرين في تربية النحل والدواجن نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة، وذلك بهدف إيجاد مصدر دخل للشباب. وأفاد مسؤول مكتب الاتحاد في المديرية الأستاذ دجن قبرو إلى تقديم مبلغ 400 نقفة شهريا للشباب أثناء التدريب، كما سمح لهم قرضا دون فوائد لمساعدتهم لبدء العمل. من جانبه أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر الشاب إدريس عثمان أن التدريب هدف للتعرف على مصاعب الشباب وتمهيد الأرضية لهم، وذلك لتحسين معيشتهم، داعيا المتدربين لتطبيق التدريب الذي تلقوه وتشجيع المؤسسات والإدارات لهم. وتسلم المتدربون الشهادات من مديرية قندع السيد عمر يحيى حجي ومسؤول المكتب المركزي للاتحاد السيد عقباي برهي. وأضمت في المناسبة الدراجات الهوائية تشجيعا للطلاب الذين يأتون إلى المدرسة من أماكن بعيدة. وكان فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية قندع قد درب 40 شابا العام الماضي في النجارة والحدادة ومبادئ الكمبيوتر والتصميم، وذلك لمدة 7 أشهر. عقدت اجتماعات في مديرية لقو عنسبة بإقليم القاش بركة لبحث العملية التعليمية وتقوية نتائج الطلاب. ودعا مسؤول الحكومة وجبهة في الاجتماعات التي شارك فيها أكثر من 3000 طالب من المرحلتين المتوسطة والثانوية دعوا المجتمع عامة والأسر بصفة خاصة للدفع للمشاركة الواعية في التعليم، مؤكدين أن الفرص التعليمية المتاحة تستهدف لتمهيد الأرضية لمستقبل مشرق للشباب والدفع قدما ببرامج التنمية الوطنية. من جانبهم طالب الطلاب لحل نواقص اللوازم الثقافية والرياضية لكونها تدفع للتمييز الأكاديمي. نشرتنا تتواصل ولكن بعد الفاصل. على الصعيد العالمي أبرمت 6 دول في جنوب شرق آسيا اتفاقا في مجال المخابرات بهدف التصدي للمتشددين الإسلاميين وتحسين التعاون في التهديدات الأمنية، متغلبة بذلك على ما وصفه المحللون بمستوى عال من الارتياب. وبمقتضى المبادرة التي أطلق عليها اسم عيوننا، سيجتمع مسؤولون كبار في مجال الدفاع كل أسبوعين لتبادل المعلومات عن الجماعات المتشددة وتطوير قاعدة بيانات مشتركة عن المتطرفين. ووقعت الاتفاق إلى جانب إندونيسيا وماليزيا كل من الفلبين وسنغافورة وتايلاند وسلطنة بروناي، وكلها من أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا. ويأتي الاتفاق على تبادل معلومات المخابرات بعد أن حاصر متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية مدينة ماراوي في جنوب الفلبين العام الماضي، واشتبكوا في معركة ضارية مع القوات الفلبينية، الأمر الذي أدى إلى دمار واسع في المدينة وأسفر عن سقوط أكثر من 1100 قتيل. ذكر التلفزيون الرسمي في مالي أن لغما انفجر في مركبة تقل مدنيين في وسط مالي، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة العديد. وقال المتحدث العسكري الكولونيل ديران كوني إن المركبة عبرت الحدود مع بوركينا فاسو، حيث ينشط مقاتلون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية، ثم اصطدمت باللغم. وقال التلفزيون إن جميع القتلى والمصابين في الانفجار من مواطني بوركينا فاسو. وفي واقعة منفصلة قال جيش مالي إن قواته تعرضت لهجوم في بلدة يواراو لكنها تمكنت من صده. وتعتزم مالي وجارتها الغربية السنغال نشر 1000 جندي قريبا في عملية تستهدف تهدئة الأوضاع في وسط مالي واحتواء المتشددين الذين كان نشاطهم يقتصر من قبل على المناطق الصحراوية في الشمال.
قتل 41 شخصا على الأقل في حريق نشب بمستشفى في جنوب شرقي كوريا الجنوبية، وذلك حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية. واستمر الحريق لساعات عدة بعد أن بدأ في حجرة الطوارئ بالمستشفى الموجود في مدينة ميليانغ. ويوجد العديد من المصابين في حالة حرجة، ويعتقد أن قرابة 100 مريض كانوا داخل المستشفى عندما بدأ الحريق. ونقلت وكالة يونهاب الرسمية عن رجال الإطفاء قولهم إن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة استنشاق الدخان، وتظهر صور رجال الإطفاء في مكان الحادث بين سحب من الدخان الأسود الكثيف. ويأتي الحادث بعد شهر واحد من حريق أودى بحياة 29 شخصا في مركز من 8 طوابق في مدينة جيتشون. نجح باحثون صينيون لأول مرة في استنساخ 2 من قردة المكاك بنفس الطريقة التي استنسخت بها النعجة دولي. وأطلق على القرد المستنسخ الأول اسم تشونغ تشونغ، وولد منذ 8 أسابيع، فيما أعطي القرد المستنسخ الثاني اسم هوا هوا، وولد منذ 6 أسابيع. وقد تم استنساخهما في منشأة بحثية صينية تحت إشراف الأكاديمية الصينية للعلوم نهاية عام 2017. وصرح العلماء أن الاستنساخ تم عن طريق زرع حمض النووي في خلية بعد تعديل جيناتها الوراثية كي لا تتسبب بوقف نمو الجنين. وقالت الأكاديمية الصينية للعلوم إن القردين الآن في حالة مستقرة. كما قال الباحثون القائمون على المشروع إنه من المقرر استنساخ قرد ثالث هذا الشهر، متعهدين باستنساخ المزيد هذا العام. مشاهدينا، فاصل آخر ثم الوقفة الرياضية. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.